السلام عليكم يا أبطال، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة آخر حلقة هتكلم فيها عن الثانوية العامة بالمذاكرة، وإن أقول لك آخر مرة لسه قدامك فرصة. النهاردة أقول لك على طريقة أيام الثانوية العامة، وهقول لك النهاردة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الطريقة الأخيرة النهائية عشان تقدر تجيب مجموع كويس بإذن الله. بإذن الله أنت تخرج من الحلقة دي إن شاء الله عندك أمل وعندك طاقة وعندك نشاط إن أنت لسه قدامك فرصة. وبإذن الله هقول لك على طريقة المذاكرة بتاعتي اللي أنا كنت الحمد لله الحمد لله قدرت أعرفها في أواخر الثانوية العامة في شهر 4 و5، خلتني أجيب مجموع كبير. النهارده أقول لك إن شاء الله على خلاصة الثانوية العامة بمعنى الأصح. النهارده أقول لك على الزتونة لو أنت طبقتها أوعدك، وإن شاء الله إن شاء الله هتجيب مجموع. وبإذن الله ما تقولش إن ما عادش وقت، إن شاء الله النهارده الفرصة النهائية الأخيرة ليك عشان تقدر تجيب مجموع. أول حاجة عايزك تتفائل إن لسه وقت. أنت قدامك النهارده الشهر 5 ده الشهر ده الشهر الذهبي بالنسبة لي، هو الشهر اللي بالنسبة لي أنا شخصيا الفيصل. اللي أنت الناس اللي بتذاكر من شهر 9 والشهر 10 والشهر كمان 7 كمان، دول ناس وصل لمرحلة روتينية معاهم ان هم بالنسبة لهم المنهج بقى شكل روتيني ممل. ممكن بيراجعوا بس ما بيحلوش امتحانات كتير، لان بالنسبة لهم المنهج بقى عبارة عن حاجة روتينية مش حاجة اساسية. انت قدامك الفرصة دي لو انت ما كنتش لسه بدأت من شهر 9 شهر 10، انت قدامك فرصة مهمة جدا جدا وهي الامتحانات. يعني ايه الامتحانات وانا اصلا لسه ما ذاكرتش قوي؟ هقول لك يا سيدي بقى انا عملت ايه والطريقة اللي نفعت معايا واللي خلتني اجيب مجموع، وطبقتها في حاجات كتيرة تانية والحمد لله نفعت معايا ونفعت مع ناس كتيرة جدا جدا. هي المراجعة العكسية. يعني ايه بقى المراجعة العكسية؟ انا بداية من شهر 4 بدأت اهتم بالثانوية العامة. انا ما كنتش في الاول كده هقول لكم فروت وان انا بذاكر اول باول، بل بالعكس انا كنت باهمل دروس كتيرة جدا جدا، وكان عندي ضغط نفسي وعصبي زي ما اكيد كلكم بيحصل لكم الظروف دي. ولكن بدأت ان انا اعرف عايز اقف. وقفت بقى عند حدي بقى، انا خلاص الثانوية بتخلص وانا لسه ما ذاكرتش، الثانوية بتخلص وانا لسه ما عملتش اي حاجة. فقعدت ابحث عن بحث اجنبي والماني والكلام ده كله، عايز اعرف طريقة مش متعرف عليها في مصر هنا بس ان انا افهمها واطبقها يمكن تنجح معايا. واذ فجأة طلع معايا حد ياباني بيتكلم عن المراجعة العكسية. انا صدمت في اول ما عرفت يعني ايه مراجعة عكسية، يعني انا اذاكر بالعكس ولا اعمل ايه بالظبط. اكتشفت ان اليابان بتيجي تذاكر بطريقة غريبة جدا جدا عكس الطريقة اللي احنا بنعملها عندنا في الوطن العربي بشكل عام. احنا بناخد الدرس الاول وبعدين نحل امتحانات، لا اليابان بتحل امتحانات وبترجع للدرس تاني. هتقولي انا ايه اللي هيجيبني اليابان والكلام ده كله؟ هقول لك صدقني امشي على الطريقة دي اسبوع واحد بس، وصدقني صدقني هتلاقي في فرق مستوى رهيب. فالمراجعه العكسيه دي بمعنى الاصح انت بتبدا تحل امتحانات. انا دلوقتي هجيب مراجعه الاحياء كلها قدام عيني كده وابدا احل امتحانات على الاحياء، على شابتر الدعامه والحركه. الفيزياء هبدا احل على قانون نيوتن، الرياضه هبدا احل على قانون فيثاغورس. هبدا احل المسائل واشوف انا واقع في اي شابتر او اي نقطه من الشابتر ده وارجع اذاكرها تاني. انت صدقني عقلك ده بيوهمك ان انت ميح في الثانويه العامه وما ذاكرتش قوي، بس صدقني لو انت جيت عصرت على نفسك كده، عصرت عقلك بكل طاقتك، هتلاقي نفسك بتجاوب على اسئله كتير انت ما كنتش مدرك ان انت ممكن تعرفها في يوم من الايام، لانك انت كان عقلك الباطن مهيأ لك ان انت فاشل وان انت ما بتذاكرش وان انت مش عارف اي حاجه. اغلب الطلبه كلها حاليا في الثانويه العامه بتقع تحت الفخ ده، ان هي ما بتحلش امتحانات وتعصر دماغها. انت ممكن تجيب امتحان وتحله هتلاقي فجاه كده ان انت لا ما اعرفوش، اقوم بص على الاجابه بتاعته على طول من غير ما تفكر للسؤال اصلا. يعني انت ما تفكرش للسؤال اصلا لان قدامك الاجابه بتاعت السؤال، فبالتالي انت بتقع تحت الفخ ده ان انت مش بتذاكر. واراهنك واوعدك كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي لو جاب اي امتحان من اي ماده وعصر دماغه والله هيحل بنسبه كبيره جدا جدا. وابعد عن الاجابه تماما عنك، حاول بس تجربها كده عشان تقتنع ان انت شاطر وان انت مجتهد تعمل اللي عليك. فما تفكرش ان انت مش عارف اي حاجه معنى كده ان انت ميح بنسبه 100%. لا انت بالنسبه لك بس قدامك الامتحان والسلاح والاجابه، فتتعب نفسك في التفكير اللي انت مش في لجنه، فبالتالي انت بترجع للسؤال على طول من غير ما تفكر فيه. ودي الاغلب الطلبه بتقع فيها. شهر 5 ده مش محتاج منك ده. شهر 5 ده محتاج ان انت تبقى حاسس ان انت في مراقبه، ان انت في لجنه، تبدا تجيب امتحان وتبدا تحل، تشوف الحاجه اللي فعلا واقع فيها جدا ايه، تبدا تذاكرها تاني. وانت لما تيجي تذاكرها تاني انت نفسك هتتخيل شكل السؤال في الجزء ده كان عامل ازاي، فبالتالي هتفهم كويس جدا جدا الشكل السؤال هيجيلك ازاي في النقطه دي. مهم جدا يا جماعه. انا كنت في الثانويه العامه في شهر 5 بالتحديد بدات اعمل الطريقه دي، بدات احل امتحانات واعصر دماغي بطلع الاجابه الاقرب، وبعد كده اكتب نوتس كده جنبي اشوف انا واقع في اي شابتر او اي جزء من الشابتر ده ارجع اذاكره تاني. لما باجي اذاكره تاني بكتشف ان انا عرفت شكل السؤال هيجيلي ازاي في الامتحان، وبالتالي الحمد لله الحمد لله قدرت اجيب مجموع من الطريقه دي. الطريقه ديت جميله جدا 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 يا جماعه، صدقوني مهوله. الطريقه ديت بتنجح بشكل كبير جدا جدا. انا عايزكم كلكم تطبقوها من النهارده، ما تقولش من بكره، من النهارده تبدا تطبق الطريقه دي، تبدا تحل يعني انت دلوقتي تبعد كده كل تماما تماما تماما
إن أنت تراجع من الأول تاني، لأ ما عادش ينفع تراجع من الأول تاني أصلًا، ولكن الطريقة الأحسن والأقرب إن أنت تجيب مجموع منها هي المراجعة العكسية. هتبدأ تجيب بقى الchapter اللي أنت هتذاكره النهارده وتحل عليه امتحانات، تبدأ تعصر دماغك لحد ما تطلّع أي إجابة، بعد كده تشوف بقى قدامك كده ورقة وقلم وتشوف الجزء اللي أنت واقع فيه إيه أو اللي أنت ما عرفتش تحله فيه إيه، ترجع تذاكره تاني، لمّا تيجي تذاكره بقى هتتخيل شكل السؤال كان جاي لك إزاي، فترجع تحل امتحانات هتلاقي نفسك بتقفل الامتحانات بسهولة جدًا، جدًا. خلال شهر 5 ده لو أنت طبّقت الطريقة دي أوعدك إن أنت هتجيب مجموع، صدّقني هتجيب مجموع، وبكرة أفكّرك لمّا تخش إن شاء الله تخلّص امتحان ترجع الفيديو ده تاني تقول لي أنت كان عندك حق، أنا فعلًا طبّقت الطريقة دي والحمد لله كان عندي وقت كبير إن أنا أذاكر كمان. يعني حاليًا الناس دلوقتي تقول لك أنا لسه هابدأ أذاكر من تاني، ده أنا هأجّل، ده أنا هاقسّم السنة، لإنّك أنت بالنسبة لك وتفكيرك إن أنت ترجع تعيد المنهج من تاني، ومراجعة المنهج من تاني صدّقني صعبة جدًا، جدًا على أي واحد، اللي بيذاكر بنسبة عدد ساعات كتيرة جدًا هو أكتر واحد ما بيجيبش مجموع. ذاكر بذكاء يا جماعة، ذاكرهم بذكاء، المذاكرة بالذكاء دي أهم من المذاكرة إن أنت تقعد طول الليل تذاكر، المذاكرة اللي هي فعّالة أكتر هي المذاكرة اللي أنت بتحل امتحانات وتبقى فاهم، الإجابة إزاي هتيجي لك في الامتحان. دي أهم حاجة من الحاجات اللي الحمد لله قدرت أجيب مجموع فيها في الثانوية العامة هي المراجعة العكسية. بعد كده بدأت أضبّط مواعيد نومي، مواعيد نومي يا جماعة صدقوني والله العظيم أنا لو أنا باذاكر بالليل ما باعرف أحصّل ساعة مذاكرة صافية، يعني أنا ممكن أذاكر طول الليل والاقي نفسي إن أنا ما ب ما أصحى الصبح حاسس إن أنا ناسي حاجات كتيرة جدًا، جدًا. ولكن مذاكرة بعد الفجر دي جبارة، مذاكرة بعد الفجر دي جبارة بمعنى الأصح، جبارة، والله يا جماعة والله، والله أحسن وقت إنك تذاكر فيه بعد الفجر تذاكر 3 ساعات متواصلة، والله بس تبقى مذاكر عارف هتذاكر إيه، محضّر المكتب بتاعك وعارف أنت هتذاكر إيه النهارده، ال3 ساعات دول، وتبقى عامل نُقط كده هتخلّص إيه، بالتالي أنا عايزك تهتم بال3 ساعات اللي هُم بعد الفجر دول، من بُكرة تبدأ كده تقسّم جدول مع نفسك كده، هابدأ أذاكر الchapter ده مع الchapter ده وأحل عليه امتحان، وأحل عليه امتحان، وتبدأ تذاكر كده بتعمُّق صدقوني والله العظيم ما تفرق معاكم بشكل كبير جدًا، جدًا، لمّا تذاكر الشباتر دي وبعد كده تبدأ تطبّق المراجعة العكسية تلاقي نفسك بتذاكر الجديد وكمان بتحل على القديم، صدقوني مذاكرة بعد الفجر ديّة لازم تطبّقوها من النهارده، الناس اللي ما بتذاكرش بعد الفجر لازم تبدأ تذاكر من النهارده، معلوماتك هتثبت في دماغك أكتر، وإن شاء الله يكون في بركة في اللي أنت بتذاكره أكتر وأكبر من اللي أنت بتذاكر بالليل بعد العشا والأماكن طبعًا الناس بتذاكر عادي بعد بالليل وكل حاجة، ولكن خلّي مذاكرة بالليل دي اللي هي مثلًا بتراجع على chapter جديد، تبدأ تحل واجب عليك، تبدأ تذاكر كده مع حد من صحابك، لكن لو أنت عايز تتعمق في حاجة ونِفْسك تركّز فيها بشكل كبير جدًا، جدًا، لازم تذاكر بعد الفجر. أنا مش هاطوّل عليكم في الحلقة دي، لكن أنا باتمنى لكم من قلبي إن أنتم إن شاء الله تجيبوا مجاميع كويسة، هُم الطريقتين دول، المراجعة العكسية ومذاكرة بعد الفجر، هي خلاصة تجربتي في الثانوية العامة، واللي قدرت من خلالها أجيب مجموع، إن شاء الله أنتم تقدروا تطبّقوا الطريقتين دول، صدقوني هتجيبوا مجموع إن شاء الله وهتفرّحوا نفسكم وتفرّحوا أهلكم. واشوفكم بقى بعد الثانويه العامه لما ترجعوا الفيديو تاني وتقولوا الحمد لله انت كان عندك حق لما طبقنا الطريقتين دول وقدرنا نجيب مجموع وكان قدامنا وقت وفير جدا جدا ان احنا نذاكر المنهج كله وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.